الزمالك بيروح من كاس مصر. انا طول عمري يا رؤى بسمع عن كعب الغزال ده انه بيبقى مثلا متحني، لكن اول مره اشوف كعب مخري، اول مره اشوف كعب مطرب، كعب مهبب. يا جدعان الكوره امكانيات، مش عيب ولا حرام. انت رؤى الكوره في العادي ما هيش كارك، انت راجل يعني تشتغل مقاول، انت صنايعي تشتغل باليوميه، تطلع لك بقى مترين رمل، تطلع لك شجرتين اسمنت، مش عيب. انت لابس كمان شارة كابتن الزمالك. ايه يا عم شارة المرور اللي انت لابسها دي؟ وقضي بقت السنتين ثلاثه اللي باقيين من عمرك في البيت باحترامك. يا جدعان هي الكوره امكانيات. احنا بقالنا 3 سنين بنقول للناس كده، الناس تقول لك انت بتطبل. يا جدعان الزمالك محتاج فرقه غير فرقه المهرجانات اللي معاه دي. الزمالك معاه فرقه فنون شعبيه، انت مش محتاج بن شرقي بس، ولا محتاج لعيب ولا اتنين. الزمالك محتاج فرقه، محتاج هيكله. اما الاخ ناصر منسي فانت معدي، انت معدي ليفل الوحش اقسم بالله. انت بواقي زيت السمك، بواقي زيت الصعام دي بتاعتك، شغلتك، صنعتك، قلبك فيها، ابعد عننا. ناصر منسي ده يا جماعه احنا اشتريناه من البنك الاهلي ب 25 مليون واديناهم اسامه فيصل مهاجم المنتخب الاولمبي. شفتوا ناس بتتدرب على قفاها وناس هبل زي حالاتنا؟ ما هي الاداره دي فن يا جماعه. ناصر منسي ده قبل القيد ما يقفل بربع ساعه لو تفتكروا، اما مرتضى منصور راح اتحاد الكوره وفتح على الراجل باب الحمام وبيشخ وما سابش الراجل يكمل شخته عشان نقيد ناصر منسي. اتاري ناصر منسي هيجيب لنا مرض الطاعون، هيرجع لنا الطاعون تاني. يا جدعان الكوره مش بالعافيه، الكوره في العالم كله لعبه امكانيات. ايه اللي يفرق ميسي؟ ايه اللي يفرق ميسي مثلا؟ ايمن حفني، ما هو الاتنين بيلعبوا برجلهم الشمال، ده الطبيعي، بيلعب برجليه الشمال زيه زي ميسي. لكن هل امكانيات ايمن حفني زي امكانيات ميسي؟ هي الكوره امكانيات يا جماعه. جون طلائع الجيش اللي جابوه بتاع محمد حمدي زكي، الراجل اللي اسمه مصطفى الزناري مركب سمنه يعني علبتين سمنه روابي في رجليه وعمال يتزحلق. طب ما تنطرد يا ابني، ما تزقه توقعه تنطرد عادي، ده فاضل ثانيتين مش هيحصل حاجه. لا يا حليمه انتوا مادي. ده الكارثه الاكبر من كل ده الاتنين المساكين بتوع الزمالك. لو عدت الجون واتفرجت عليه، الاتنين يا جماعه واقفين قبل نص الملعب، قبل خط نص الملعب. هو انت يا ابني خسران؟ هو انت عايز تتعادل؟ باقي دقيقه يا ابني. ايه اللي مودي؟ انا طول عمري بشوف اتنين مساكين يا الاتنين على خط واحد مع بعض ومعدين نص الملعب، ما هو كسبان. يا بلاقي واحد ماسك وواحد مرحل نفسه لورا. دي الكوره اللي انا شفتها. انما انا مع الناس دي شفت كوره حديثه، شفت كوره فريده من نوعها. الناس دي حرفيا هتبطلنا نشجع كوره. احنا هنبطل نشجع كوره على ايد الزناري وناصر منسي ورؤى، كل الرقش ده حرفيا. تقول للناس طور يقول لك احلبوه، تطلع تتريق وتشلف في لعيبه الزمالك وتطالب بلعيبه يقولوا لك انت بتطبل. ادي بطوله اهي كاس مصر بيتلعب من غير الاهلي، يعني انت المرشح الاول للبطوله، ده الطبيعي. انما انت اتاريك طلعت مترشح في الانتخابات بتاعت اللي هيخرجوا من قبل ما البطوله بتتلعب، تطلع على ايد نادي بامكانيات طلائع الجيش. ما هو ما لا حيل ما انتوا نادي يا جماعه، ما هي الكوره امكانيات. الكوره امكانيات. الراجل اللي اسمه عبد الحميد بسيوني عمل تغييرين، 2 بس عندهم خبره دوري مصري زي محمد حمدي زكي والراجل اللي اسمه احمد الشيخ. 3 دقايق بالظبط ولا 4 دقايق كان متعادل، قدر يلعبك اكسترا تايم وطلعك من الكاس. انت بقى عمال تقول لي اصل انا بريح لعيبتي الاساسيه. لا، اقعد في بيتك باحترامك زي ما الاهلي عمل. رحم الله من عارف قدر نفسه. هو انت عندك اساسي لما انت هيبقى عندك احتياطي؟ ده انت العجينه كلها عندك حمضانه، ده انت الفرقه كلها عندك عايزه تتضرب بالنار. فرايح تلعب كاس على ايه؟ وهريح الاساسيين وعبد الله السعيد اتهلك، هو ناصر منسي اتهلك. انت بتحضر للاهلي قبلها بشهرين عشان مستني ماتشهم. طب اديك خسرت بطوله الكاس اللي كانت هتخلص في 10 ايام، كنت تبقى واخدها
فانت رايح تقابل الاهلي وانت في عرف الكوره، انا ما بقولش كزمالك واهلي، بعرف الكوره، وانت رايح تلعب ماتش ديربي فبتبقى قبلها واخد بطوله، فبتبقى ليك نفس انك تلعب، بعكس ما بتبقى خسران من طوب الارض. احنا ما فيش حد السنه دي في مصر ما غلبش الزمالك يا جدعان، على الدغري انا بكلمك دغري. في بتاع 10 لعيبه لا يصلحون للعب كره السله، كره الطايره، ما يلعبوش كره قدم. فلا هو عيب ولا حرام، احنا بننتقد، بنقول يا جماعه اللعيبه دي ما ينفعش تلعب كوره، مش ما ينفعش تلعب في الزمالك، دي لعيبه مش امكانياتها امكانيات تيشيرت الزمالك. الناس تقول لك انت بتطبل، يا ابني هنطبل ليه؟ ما قدامك اهو، ما انت شايفهم. هل دي لعيبه؟ طب الاهلي عنده دكه، الاهلي عنده في نص الملعب 3 4، كوكا، اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور، عمرو السوليه. فخدها من قصيرها قال لك انا هريح، انا السنه الجايه عندي 8 ولا 7 بطولات، وانتر كونتيننتال وكاس عالم الانديه ودوري سوبر افريقي ودوري ابطال افريقيا، وعنده سوبر افريقي وعنده دوري وعنده سوبر مصري. فقال لك انا هاخدها من قصيرها، انا لو لعبت اللعيبه ديت مش هكمل معاها ربع الموسم الجاي، انا مش هلعب كاس مصر، انا هقعد في بيتي باحترامي. مع ان لو لعب بالناشئين اصلا هو هياخده، لو لعب بالدكه الثانيه بتاعته هو قادر ياخده. ما هي الكوره امكانيات، هو امكانيات الدكه بتاعت الاهلي اتقل منك، باستثناء مثلا هتلاقي زيزو عامل فرق، ناصر ماهر زي مثلا قفشه، فبتلاقي الخطوط انما الباقي كله يا جماعه ده الدنيا متروبه ومتقندله في الزمالك، ده العيال ما بتعرفش تقف يا جدعان في الملعب. الولد جون الله يكون في عونه، مطلع 3 4 تجوان النهارده، اسلام محارب واحمد سمير والفيرود بتاعهم اللي كان بيلعب من اول الماتش، لا طلائع الجيش مضيعه، فالجون مطلع 3 4 كور ولا 5 كور كمان، فانت خسران الماتش اصلا. ما تسالنيش الجون اللي جه في الدقيقه 90 وفي اخر دقيقه، انت الكره ادتك انك تكسب، فانت ما هوش قادر، لان دي امكانياتك في الكوره، انت صفر، انت زيرو. احنا مش زي الاهلي يا جدعان، يا نهار ابيض، لا عيب ولا حرام، الاعتراف بالحق فضيله، رحم الله امرئ يا عم الحاج عارف قدر نفسه. احنا النهارده ربع سكواد الاهلي اتقل من سكوادك بالكامل، انت فريق منهار ملوش صاحب ولا ليه مجلس اداره ولا ليه حد منهارين، لا حد قلبه على الفريق. احنا ممكن نبقى 11 واحد ما بنعرفش نلعب كوره بس بنستقتل، بنموت نفسنا، والكوره ادتك وجبت 1-0 وفاضل 30 ثانيه، مش قادرين يوقفوهم يا جدعان، هم مش قادرين يوقفوهم، لا هم مش قادرين، هم مش عارفين. فدي الحقيقه اللي بتزعل الناس، دي الحقيقه اللي انا بقولها من 2 وخلاص لساني دلدل. يا جماعه الزمالك مع الناس ده يخسر كل حاجه، احنا خدنا الكونفدراليه عشان ضعيفه ما فيهاش فرق، الناس بتزعل في لعيبه ما ينفع. مين زياد كمال ده اللي جايبينه ب 30 مليون اعاره؟ على ايه؟ على ايه يا جدعان؟ يعني اجيب زياد كمال ده اعاره ب 30 مليون على ايه؟ هو انت بتلاقي الفلوس؟ ده احنا مش لاقيين ناكل، ده انتوا نادي مش لاقي ياكل، راح تتعاقد لي مع لاعب بيلعب في انبي باعاره ب 30 مليون؟ يا نهار ازرق، مين اللي فعل؟ مين اللي ارتكب الكارثه دي؟ والزمالك اولا واخيرا وهنعمل بيان، والمتحدث الرسمي اتاري طلع كل ده وهم بيتباع للجماهير، ولا المتحدث الرسمي فاهم حاجه، ولا الراجل رئيس مجلس الاداره فاهم حاجه، ولا حد فاهم حاجه يا جدعان. مفيش حد بيفهم في الكوره يقبل ان دي تبقى لعيبه كوره او يكمل موسم باللعيبه دي. انا لو هستلف، لو هبيع الملعب بتاع حلمي زموره عشان اجيب فرقه، مش هوافق. ان ما هي اللعيبه ده اتغرقت، مغرقه الدنيا، ما ده على ارض الواقع، ده على ارض الواقع. الزمالك فريق منهار، لا في حارس ولا في مساكين ولا في باك يمين ولا باك شمال ولا في نص ملعب، فانتوا مش فرقه كوره يا جدعان. احنا الليفل بتاعنا ومستوانا زي الجونه، اقسم بالله احنا سيراميكا اتقل مننا، احنا فاركو اتقل مننا، المصري اتقل من الزمالك. فدي مش لعيبه يا جدعان، دي مش لعيبه هتجيب لك بطوله. انا طول عمري اقول لك في فرق ما بين لعيب كواليتي بتاع بطوله هيقدر يصنع لك فارق ويجيب لك بطوله لحد عندك، ولعيب بتاع ماتش.
فالناس تقول لك لا اصل انت بتطب يا جدعان. هو يعني قفشه هو لعيب بتاع بطوله مش بتاع ماتش. قفشه لعيب ينتج لك بطوله يخلص، فده لعيب كواليتي عالي بيقعد هناك عندهم دكه. ده الاحتياطي اللي بيجيب البطولات، ده لعيب احتياطي. انا لو قعدت انايد من هنا لبكره والله العظيم ثلاثه انا عارف لا في حاجه هتنحل وهيتقال عليا بطبل وبزمر. فيا جدعان لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، وادعوا ان الزمالك كده ربنا يوفقه ويمشي شويه الشلحلجيه اللي عنده دول.